القضية الأولى: الشاب المنتحر على جسر اللوزية. جزرة. القضية الأولى بتحكي عن شاب قضى حياته ناطراً على جسر اللوزية. فيروز بتقول: تحت قناطر لوزية يا حبيبي بحبك أنا. طيب خلينا نكون منطقيين، شاب قاعد تحت جسر، شو ممكن يكون عم يعمل غير إنه عم ينتحر اجتماعياً؟ أولاً، ليش ناطرة هنيك بالذات؟ ما في كافيه محترم يعدو هلي؟ ما في مول؟ يعني ما لقى غير مكان مقطوع تحت جسر كله رطوبة وممكن يطلع لك منه أي شيء؟ تحليلي بيقول إنه هذا الشاب مفلس، ما معه حق فنجان قهوة، فقال لها حبيبتي بلاقيكي تحت الجسر. الجو رومانسي وهادي. رومانسي؟ يا أخي هاد مكان تصوير فيلم رعب، مو مكان لقاء عشاق. والبنت ليش متأخرة كل هالوقت؟ الأغنية بتقول: تأخرنا وكبرنا والليل صار يخاوينا. يخاوينا؟ هي مو متأخرة ساعة ولا ساعتين، هي متأخرة شي 20 سنة. يعني الشاب صار اختيار وهو ناطر. تحليلي بيقول شغلتين: يا أما البنت سحبت عليه من أول يوم بس هو مستوعب وضل ناطر،